شو هي الأكلة باشا وعساكره؟ شو قصتها؟ ليش هيك سموها؟ باشا وعساكر، هي كلمة باشا منصب كبير في الدولة العثمانية، فبيدل عن التعب والجهد اللي بذله لحتى وصل لهذا المنصب. في نفس الوقت أنا حنحضر اليوم الكبة عشان تعرفوا ليه سموها باشا، قد ايه فيها تعب. حنفرجيك ليه سموها باشا، قد ايه بتاخد تعب وشغل وجهد لتصير معنا حبة الكبة المقلية. حنشوف هلا طريقة التحضير الباشا اللي هو الكبة. أول شيء الكبة ما بصير معنا إلا في مكونين برغل، الأسمر والأبيض. حتسألوني ليه الأسمر؟ الأسمر بيعطيها نكهة وبيعطيها قرشة طيبة. الخطوات صعبة ما حدا يستهي فيها أبدا. حط الثلج أول شيء، المي الباردة حصرا لازم، الفلفل الأحمر، معجون الفلفل لازم ينحصر يكون يا سوري يا تركي أو لبناني، يعني بلاد الشام. البصل، ونجي لأهم مكون معاها اللي هي هبرة اللحم. هبرة ما بيصير تكون فيها دهن أو فات نهائيا. للعجينة الكبة لحم العجل البتلو البلدي، ما يصير خروف أو فيه فات. هي البهارات ما حتلاقيها غير في مطعم حارة ورد، لأن فعليا بتجينا من الضيعة مو من هون. تعال شوف ليه سموه باشا. ادعك يا شيف حمزة، لأنه محتاج عضلات. حشوة الكبة المقلية لازم في الخروف البلدي حصرا. حتحصل هذا في حارة ورد. هلا خلصنا بعد 3 ساعات. نيجي للحشوة. الحشوة لازم تكون لحم غنم، غنم بلدي نعيمي. دبس الرمان شيء أساسي. تتذكر ستي وأمك كم واحد يجتمعوا عشان يعملوا الكبة إذا كان غدا؟ تذكر وحكي. عرفت ليه الحريم يبعدوا عن هاي الأكلة؟ وحكي على العالم. هاي الباشا، شفت قد ايه أخذ معنا وقت حتى طلعنا الباشا؟ هي المرة اللي بتحب جوزها كتير شو بتعمل له؟ باشا وعساكره. أو كبة بلبن. واللي ما بتحب زوجها ما بتعمل له إياها. هلا حنبلش في العساكر. لازم الملح لعجينة العساكر، لازم الملح اللي هو الشبرك. الباشا خلصناها، هاي العساكر. هيدا الباشا وهيدا عساكره. هيدي الكبة على الأصول، تلاقيها وين؟ في مطعم حارة ورد. هيدا الباشا وهي العساكر.
إذا بدك تاكل أطيب باشا وعساكره تعال على مطعم حارة ورد.